يحمل استنكارك يعني مثلا للممارسات ضد الشيعة، مثلا تصريحات الشيخ يوسف القرضاوي عن التمدد الشيعي في المجتمعات السنية، هل تستنكر هذا الكلام أيضا؟ طبعا هو كلام ايضا يخلو من الصحة، ولقد رددت عليه كثيرا يعني ماذا قلت؟ ان هذا كلام ماذا صحيح الآن وماذا قلت؟ يعني ماذا قلت ستعيده؟ تفضل. يعني قلت بأن هذا كلام مردد من كلام أناس، وهو فجره في مؤتمر للتقريب بين المذاهب، وذكر بعض الأشياء فيما يتعلق بقبر أبي لولو قاتل عمر في إيران، وأنا زرته وبحثت عن هذا القبر وجدته نحن نتحدث عن معنى آخر. سيد ليث، هو تحدث عن تمدد شيعي في المجتمعات السنية، هناك تمدد أم لا من منظورك؟ شوف، هو يأتي إلى مصر أو أتى إلى بعض البلدان وهناك بعض الجهات توحي له، لأنه هو ما يعني أساسا عندهم مشكل. يعني تيجي مجموعة شرذمة عندها خصومة وعداء تاريخي لهذه الجهة أو تلك، فتحاول عن طريق لسانه هو أنها بما معنى أنت إذا، يعني حتى أكون دقيق يعني أنقل عنك، يعني بما معنى أنت تقول بأن كلامه غير صحيح، هذا ما تقوله؟ جدا غير صحيح ولا ينتمي إلى مستوى العلماء. طيب دعني أظل في المغرب، هل لديك تقدير لعدد المواطنين الشيعة في المغرب في المملكة المغربية؟ لا، هذا شيء مستحيل معرفته. لماذا؟ والذي يقول هذا الكلام إنه يتخيل أو لا يمكن. كيف تعرف؟ يعني هي مسألة حرة وفرضية ولا ندري. وثق تماما أنها أعطي لها بعد أكثر من في كل الدول العربية واحدة إلا وفيها أناس يمارسون هذا النوع من الحرية الفكرية. طب هل توافق؟ ولكن لماذا فقط؟ هل توافق سيد إدريس مع من يقولون بأنه ربما صعوبة تحديد عدد المواطنين الشيعة أو أبناء يعني الطائفة الشيعية في المغرب يعود إلى أن التشييع أو الانتماء إلى المذهب واعتناق المذهب الشيعي يتم في الخفاء مثلا، فلا يعرف أحد ذلك؟ والله كثير على الخفاء. احنا نعيش في دول ومجتمعات دقيقة يعني، ولكن هم دائما. وبالتالي هذا تبرير هذا يعني تفسير وجيه من منظورك انه ربما يشيعون. نعرف خطورة هذا الكلام حتى لا نجد دليلا ولا نحتاج إلى دليل. مهما قلنا فيهم فهم يمارسون التقية والخفاء، إذن كل ما تقول عنهم صحيح. هذه لعبة معروفة ومكشوفة وخافت يعني في التاريخ. طيب